افهم ابنك. افهم ابنك ده حل اللغز للعلاقة بينك وبين أولادك في كل شيء. صعب يكون شخص ما بيعرفش قيادة السيارات ويشتري عربية ويمارس عشان يتعلم من غير ما يكون عنده أساسيات التعليم. افتكر على بال لما يتعلم قيادة السيارة ويتقنها، اعتقد ان العربية هتكون اتكسرت منه ويمكن تكون غير صالحة للاستخدام كمان، او محتاجة اعادة ترميم من اول وجديد. للأسف ده اللي بيحصل مع اولادنا لما بيجوا للحياة من غير ما يكون عندنا ايه هي اساسيات التربية اللي نقدر نكبرهم وننشأهم عليها من وهم صغيرين. ده اكبر خطأ احنا كلنا بنقع فيه بكل اسف. عشان كده اهو بنبقى محتاجين ان الاب والام يبقى عندهم كل المعلومات عن احتياجات الطفل الجسدية والمهارية والنفسية، وهو ده اللي يخليك عندك كل مفاتيح ابنك في ايديك وما تلجأش لأي حد تاني يبقى هو اللي قادر يسيطر على ابنك، قادر يعدل سلوكه وانت مش قادر تعمل ده بكل أسف. افهم ابنك، انت هترتاح وهو هيرتاح، واتوقع ان هو هيكون انسان متزن نفسيا ومفيد لنفسه والبيت والاسرته والمجتمع كمان.